وفقير ملي شاف الطياره نزلت خرج ما رديناش بالنا بانه مشى انسحب من الناس اللي كينتظروا. ولكن حتى واحد انا بعدا ما رديتش بالي وعدد الناس ما ردوش بالهم. نزل الملك شعره واقف، نزل الملك مشى قدام هذاك الحرس دار التحيه للعلم رغم داك الشيء دار التحيه وزاد بشويه وبدات الوزراء تيسلموا عليه كأن شيئا لم يكن. فملي حنا عليه بس لي يدي طلع قال له الفقي راه ضربوني في الطياره هذه في ودني انا. ضربوني في الطياره. الفقي راهم ضربوني في الطياره. غادي يجيو يضربوه في المطار. يعني مازال الخطه مستمره. الخطه مستمره لان افقير مشى وقال لهم ضربوه في المطار. قبل ما يخرج من المطار عندك وتمنعوه. هو الضابط الشجاع اللي حارب بكل شجاعه في الحرب العالميه الثانيه، والوحش اللي رعب المعارضه بالاساليب ديال التعذيب ديالو. هو الضابط اللي حصد الأوسمة والنياشين الرفيعة على شجاعته في ميادين القتال، والشخصية اللي التاريخ دائما كيخليك تقاطع مع الاسم ديالها، حيث قصته كتجمع التاريخ المغربي بعد الاستقلال. إلا قريتي على حياته فانت غادي تدوز من أكثر المحطات الدموية في تاريخ المغرب الحديث. هو الجنرال ذو الوجهين اللي يجمع بين الوفاء والخيانة والوحشية والهدوء. هو الجنرال محمد أفقير. فشكون هو محمد أفقير وشنو هي القصة ديالو؟ محمد أفقير من مواليد 1920 بعين الشعير. العائلة ديالو كانت كتكون من 16 أخ وأخت، وكان هو الوحيد في الإخوة ديالو اللي غيكمل الدراسة ديالو حتى غيوصل للكوليج، حيث غيقرا في كوليج طارق بن زياد مدينة أزرو. من بعد غادي يدخل المدرسة العسكرية في الدار البيضاء بمكناس. الجيل ديال هذيك السنين ديال الحرب العالمية الثانية هو اللي غيخرج من بعد كبار الجنرالات اللي بينوا على بطولات كبيرة في الحرب العالمية. جنرالات بحال الكتاني، الدليمي، دريس بن عمار والمذبوح والصفريوي وحمو وعبابو. من بعد التخرج ديالو سنة 1939 غادي يطوع للمشاركة في الحرب العالمية الثانية. بعد ما دوز بعض الوقت في الجزائر شارك في غزوات إيطاليا، وفي بداية سنة 1944 غادي يقوم بفتح ثغرة بطولية دراماتيكية غادي يخسر فيها طرف من السرية ديالو باش يفتح المجال لدخول الأمريكيين لمونتي كاسينو. وفي يونيو غادي يدخل كيف ما قالت فاطمة الشنة دخول الأبطال لروما، وغادي يرفع فيها العلم الفرنسي كرمز للانتصار أخيرا لكسر الحصن المنيع كوستاف. دخول أفكار البطولي ماشي غريب. بزاف ديال الجنرالات من بعد الجيش المغربي تروات عليهم الأساطير في الحرب العالمية الثانية والحرب الهند الصينية، كانوا أبطال معارك حقيقيين. وجيش المغرب بصفة عامة بين على شجاعة وقوة منقطعة النظير في هذه الحروب والمعارك. غادي يكون محمد أفقير واحد من أكثر الضباط اللي غياخدوا الأوسمة في الجيش بعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب غتدخل فرنسا في حرب جديدة في الاندوشين وهي الحرب الهند الصينية، وغادي يدير بطولات أخرى مع الجيش الفرنسي. بغض النظر على البطولات ديالو واش كان مظلوم أو صاحب حق، الفيتنام بالتأكيد كانوا كيدافعوا على الأرض ديالهم، لكن من المنظور الفرنسي أفقير خدع على إثر الشجاعة ديالو في بعض المعارك، وسام جوقات الشرف، وسام صليب الحرب، وسام النجم الفضي الأمريكي، وسام المستعمرات، وسام فرسان مالطا، ووسام الاستحقاق العسكري العلوي، وأوسمة أخرى كثيرة. كاع هاد الأوسمة هادي خدها بسبب الفعالية ديالو في ساحة المعركة. في سنة 1950 غادي ياخد محمد أفقير عطلة فيها 3 ديال الشهور من الحرب الهند الصينية. غادي يرجع للمغرب باش يرتاح بعد 10 سنين ديال الحرب والسلاح في يديه. غيرجع للقبيلة ديالو بودنيب. أخيرا غيرجع أفقير للأصل ديالو بلا سلاح ولا قتال، الراحة النفسية والهدوء ديال الصحراء الكبيرة اللي كتبان بلا نهاية. كان مولوع بالبحث عن المعادن، وغادي يبدا يبحث في الصحراء اللي ساكن فيها حتى غادي يلقى المنغنيز والرصاص والحديد والنحاس. في هذيك الوقت اللي لقى شي طبقة من المعدن كتكون من حقه يستثمر لها لصالحه. 5 ديال السنين قابلة للتجديد. وهكذا كان أفقير ولا كيملك مجموعة من المعادن الصغيرة غيخليها لصحابو يخدموا في بلاصتو
باش يكبروا ليه الثروه ديالو. وصل أوفقير 30 من عمره، عاش الثلث ديالها وسط المعارك والحروب، وفلت من الموت وكان غيفقد البصر ديالو فيها. فهاد السنين ما عاش أوفقير غير الحروب بوحدها، ولكن عاش كذلك في الجو ديال الملاهي والمراقص والنساء. كان قريب باش يتزوج بنت الامبراطور بوداي. جاء أوفقير المغرب اخيرا، وهاد المره باغي يستقر عاطفيا، جاي باش يتزوج. غادي يعرض عليه صاحبو الشنه للعشاء. غادي تدخل بنت صغيره في يديها القهوه، وغتمديه القهوه باستحياء. غيقول لها باها هذا راه أوفقير. غتجاوبو بلا مبالاه مرحبا. هنا غادي يتعلق بها أوفقير من اول نظره، وغادي تالي هذيك العراضه. غادي يبدا يسول صحابو على بنت الشنه، وغيقول لهم شفت عنده واحد البنت ظريفه بزاف. غادي تعجبو صحابو، وغيقولوا ليه باللي الشنه عنده غير بنت وحده ولكن صغيره بزاف. غيقول لهم أوفقير لا هذه بنت آية في الجمال، شعرها طويل وبنت لي انا مناسبه ليا. غيقولوا ليه ولكن واش انت مجنون؟ هذيك راه باقا بنت صغيره مازال ما دارتش حتى 15 عام. قال لهم ماشي مشكل، غادي نتسناها. من بعد 3 ايام على هذا اللقاء غادي يخطب أوفقير رسميا فاطمه الشنه من الوالد ديالها. الوالد ديالها في الاول غادي يتردد، ولكن هي قبلات بلا تردد. كانت باغيه غير تزوج وتهنى من المشاكل مع مرت باها. اذا غادي تقبل فاطمه الشنه أوفقير. غادي يدير ليها خطوبه من 1000 ليله وليله، 7 ايام من الولائم والاحتفالات. فاطمه اللي غيعشقها أوفقير عشق كبير ما غيخسرش ليها الخاطر. في بدايه الخطوبه بها كان كيعاملها بحال بنته. أوفقير مول القلب الرهيف كنهضر عليه دابا قالوا انه شخصيه اخرى غير اللي غتصنعها الاحداث اللي جايه. ماشي أوفقير اللي كيشي العاب لفاطمه وكيفششها، هو أوفقير المتهم بالتعذيب والاعدامات، واللي كيتقال انه كان كيرمي المعارضين في البحر. في سنه 1952 غادي يتزوج أوفقير بفاطمه الشنه، وغادي يدير ليها عرس اللي غيبقى مستمر 22 يوم. عرس اسطوري بكل ما يرافقه من احتفالات وولائم. من بعد غادي يستقر أوفقير في الاول بسلا، ولكن من غادي تزاد عنده بنته الاولى ملكه غادي يتحول لواحد المسكن عسكري في واحد القشله بالرباط. كتقول فاطمه الشنه على ان أوفقير تعرف على الملك الحسن الثاني ملي كان باقي متزوج بها. تلاقاو شي 3 ديال المرات في مطاعم حدا البحر، وغادي يتبادلوا الحديث ويلعبوا البيار مع بعضياتهم. اول مره تلقى فيها أوفقير مع الملك محمد الخامس كانت سنه 1953 في استقبال كبير في دار السلام. كان أوفقير ومرته من بين المدعوين، وكان هذيك الساعه باقي خدام مع الفرنسيين في المندوبيه الساميه، واللي كانت هي مركز السلطه الفرنسيه. في 20 غشت 1953 غادي يتم نفي الأسرة الملكيه. الشعب المغربي غادي يثور على السلطان الجديد، والوطنيين غيكثروا من ضغط العمليات ديالهم. غادي يعطي أوفقير تقرير الإدارة الفرنسية. بحسب قول فاطمة الشنه، أوفقير على أنه هو اللي قنع بيرجولي وزير الشؤون التونسية والمغربية في حكومة إدغار فور بضرورة التخلص من بن عرفة اللي ولا كيشكل عادة على فرنسيين. كان هذا الكلام في اجتماع فرنسا. هنا جولي غادي يعطي مهمة تنحية بن عرفة عن الحكم من محمد أوفقير، وغيقول له باش يصيفطو في طيارة لفرنسا. وهكذا غيولي يبان محمد أوفقير على أنه كان من الوطنيين. ومع رجوع محمد الخامس من المنفى رفقة العائلة الملكية وولي العهد الحسن الثاني، كيقول الحسن الثاني على أنها كانت أول مرة كيشوف فيها محمد أوفقير، وبأن محمد أوفقير تفرض علينا. ما كانش الضابط المغربي الوحيد اللي خدم في صفوف القوات المسلحة الفرنسية. منين رجعنا من المنفى للمغرب في 16 نوفمبر 1955 لقينا أوفقير اللي كان تابع هذيك الساعة الإقامة العامة كيتسنانا. منين نزلنا من الطيارة غادي يتقدم للسلام علينا، وخدا بلاصتو حدا السائق كأحد المرافقين لينا. والمورا هادشي لقيناه في صفوف الحرس الملكي. وهكذا دواليك. وبالنسبة لي أنا
ورثو على الوالد ديالي، وما كانت كتربطني به حتى شي علاقه شخصيه، في حين كنت كنفضل ضباط اخرين كانوا اصدقائي. كان هذا كلام الملك الراحل الحسن الثاني في الكتاب ديالو ذاكره ملك. كيتقال على ان اب محمد أفقير كان كيقطع الطريق في الحدود الجزائريه المغربيه على القوافل اللي كيدوزوا من هذيك المنطقه، حتى انه كان كيهاجم القوافل الفرنسيه منين بدات احتلال المغرب قبل ما يتحالف مع الفرنسيين بسياسه القوات الكبار اللي دخلت بها فرنسا المغرب باش تسيطر عليه من خلال القوات ديالها. سنة 1955 غادي يخرج من الجيش الفرنسي وهو برتبة ليوتنون كولونيل، وغادي ياخذ مبلغ كبير للخدمة ديالو العسكرية من الجيش الفرنسي، وغادي يخرج وصدرو متقل بالنياشين والأوسمة، وغادي يشري 3 ديال البقع أرضية للمساحة ديالها 6000 متر مربع. كانت هذيك الساعة الأرض كتسوى 3 دراهم للمتر. كانت هاد الأرض هادي قريبة من الإقامة ديال ولي العهد آنذاك بحي السويسي، الحي اللي كان كيضم فيلات كبيرة. غادي يبني فيها أفقير هاد الأرض هادي، وغيخلي بقعة في جنبو باش حتى شي واحد ما يسكن حداه، وغادي يعيش أفقير والعائلة ديالو في جو من السكينة والهدوء، هاد الهدوء اللي كيسبق العاصفة. بعد رجوع محمد أفقير من فرنسا غادي يولي مرافق للسلطان محمد الخامس. بعد سنة 1956 السنة اللي المغرب غادي ياخد فيها الاستقلال، غادي يظهر أفقير الواجهة، غادي يولي بحال كاسحة الأنغام في كل الأحداث. كتلقى أفقير كيشارك في هاد المؤامرات ولا متابعة المعارضين. في وسط الوفاء كاين الخيانة، كان أفقير اللي كيأدي المؤامرات هو نفسه اللي كيصنع المؤامرات، قتل اللي معاه واللي ضده، حيت كلشي كانوا أعداء ديالو. غادي توصل به لدرجة يقتل أعز أصحابه بعد انقلاب الصخيرات خوفا من فتح المخطط ديالو. كتقول فاطمة أفقير على أن أفقير كان كيملأ الفراغ اللي خلاوه الفرنسيين في المؤسسات الأمنية والعسكرية. كتقول أنه أقام ديوان المرافقين وأنشأ الحرس الملكي، وكان من المؤسسين ديال الجيش المغربي نظرا للخبرة ديالو مع المندوبية السامية وهيئة الأركان. غادي يولي الرصاص والقرطاس هو اللي كيتسمع صوتو بين المقاومين، الأحزاب المفرقة والجماعات المسلحة. وفقير ولات كتروا عليه الأساطير، كلشي كيقول أنه رمى المعارضين في بحر، وبحال المشهد اللي هضرات عليه الصحافة الفرنسية بحال أفلام الأكشن. وفقير من المروحية ديالو شد الرشاش وكيطلق النار على المتظاهرين في شوارع الدار البيضاء. غادي يشارك كذلك في إعادة الهدوء لبعض المناطق اللي تمردات بعد خروج الفرنسيين بحال حسن اليوسي وعدي أوبي. قدر أفقير يقضي على هذا العصيان حيت غادي يهرب الحسن اليوسي لإسبانيا، بينما غادي يتلقى القبض على عدي أوبي ويتقدم للمحاكمة فين غادي يتحكم عليه بالإعدام. في سنة 1960 غيوقع زلزال أكادير المدمر، فين غادي يتم تكليف الجنرال دريس بن عمر باش يعيد الأمن للمنطقة. وهنا غادي يوقع واحد الحدث اللي غادي يبقى في التاريخ. الجنرال دريس بن عمر غادي يعدم الجنود اللي يحصلوا على سرقات مباشرة بلا محاكمة. هذا الإجراء للعرف العسكري كيقول أنه فعلا من حق الجنرال إعدام أي واحد حصل كيسرق في وقت الكوارث الطبيعية. في هذه الفترة الملك محمد الخامس غادي يغضب من هذا التصرف، وغادي يرسل محمد أفقير باش يتكلف في إعادة الأمن في المنطقة، بحيث غادي يبقى مدة ديال 4 شهور حتى غادي ترجع الأمور كيف ما كانت. بعد ما غادي يرجع من أكادير في نفس السنة غادي يعينوا الملك مدير الأمن، وغتوالى الأحداث الكبيرة اللي غيكون فيها أفقير الشخصية المحورية، مطاردة شيخ العرب وقضية مؤامرة سنة 1963 اللي كتقال أنها كانت محاولة لقتل ولي العهد الحسن الثاني في انتفاضة مارس الدموية. غادي تطلق عليه الصحافة الفرنسية لقب جزار الدار البيضاء، وتوالت الأحداث حتى اللحظة اللي غيتم فيها اختفاء بن بركة. وفقير هو المتهم الأول على تفاصيل موقع نهار الجمعة 29 أكتوبر. غادي يختفي بن بركة، والمتهم الأول غيكون محمد أفقير وأحمد الدليمي. ديك الساعة كان أفقير مطلق مراته فاطمة تقريبا شي 2 عام دابا. فاطمة اللي كانت الحب الكبير ديالو واللي ما قدرش ينساها بالرغم من الخيانة ديالها ليه، الخيانة اللي كانت متبادلة، إلا أنه
بكثرة حبه ليها غادي يسمح ليها على هاد الخيانة هادي وغادي يحاول يرجع معها مرة أخرى. كتقول فاطمة أوفقير على أنه كيف ما نابليون ما لقى إلا المشاكل بعد الطلاق ديالو من جوزيفين، هكا أوفقير غادي يبقى يطيح في مشكلة ورا مشكلة بعد طلاقي منه. وهكا كان الحدث اللي زعزع كيان محمد أوفقير هو قضية اختفاء بن بركة. الرأي العام الفرنسي غادي يثور بسبب الصحافة الفرنسية اللي شنت هجمة شرسة على محمد أوفقير وحملته مسؤولية قتل بن بركة. كان أوفقير قبل اختطاف بن بركة في باريس، ولكن الوقت اللي تمات فيه العملية ديال الاختطاف كان في سويسرا. كتقول فاطمة أوفقير على أن محمد أوفقير كان نزيه، ودليل نزاهته بأنه بعد الموت ديالو ما خلاش ثروة كبيرة، غير الممتلكات ديالو من عقارات اللي شراها بالخدمة ديالو في الجيش الفرنسي. وكتضيف أنه في يوم من الأيام قال ليها ملي كنبغي نمضي على شي عقد كنخلي القلم ديالي معلق لساعات، وكنتسائل واش العقد نزيه ولا لا. مع ذلك أوفقير كانت عنده تناقضات واضحة، ما كانش كيبغي يصرف أو يبطخ على قميص ب 600 فرنك، وكان كيغضب على أي تصرف كيحس فيه أنه غير مبرر، وفي نفس الوقت كان كيصرف أموال باهظة في البوكر. في هذه الفترة فاطمة أوفقير كانت كتعيش قصة حب موازية مع عسكري سميتو حسن، وكانت حيرة بين العشيق ديالها وبين الرجل الصلب اللي ما كتمناش يخرج من حياتها. وفي وسط هذا الصراع النفسي فضلات فاطمة باش تالي حياتها وشربات كمية كبيرة من المهدئات، ولكن فلتات من الموت بعد ما لقاتها صاحبتها مغمى عليها وغتديها للسبيطار فين غادي ينقذوا حياتها. بعد ايام غادي تالي العلاقه ديالها مع حسن، وغادي تبدا تفكر في أوفقير مره اخرى. بدات كتدور في المحيط ديالو، خصوصا بعد ما سمعت من الزوجه ديالو الجديده ان أوفقير ما بقاش باغيها مره اخرى. أوفقير غادي يطلب منها تستقبل الملك في القريه ديالو بودنيب اللي كان الملك الحسن الثاني في زياره ليها، وبعد المهمه ترجع للرباط. من بعد ما غادي تالي فاطمه أوفقير المهمه ديالها وترجع للرباط، غادي يجي عندها أوفقير لوطيل وغيبغي يدخل عندها الغرفه ديالها، ولكن هي غادي تمنعو وغتفكروا بلي هما مطلقين وما عندهمش الحق يجلسوا في بلاصه وحده. ان أوفقير غادي يقول لها الا كان هذا هو سبب المشكل نجيب القاضي دابا. فعلا هذيك الليله غادي يرجع أوفقير للطليقه ديالو فاطمه، وبعدها غادي يطلق الزوجه ديالو الثانيه، وهكا غادي تكون اللحظه هي الفارقه في حياه فاطمه أوفقير وسبب ساعدتها من بعد. حنا دابا في 10 يوليو 1971 في شاطئ ديال البحر. الموج كيبرد الجو الساخن اللي في قصر الصخيرات واللي غيسخن بحراره الجو بالنار البارود. الملك كيحتفل بعيد الميلاد ديالو 42، القرطاس كيلعلع وريحه البارود كتزيد تخنق الاجواء. عباب وبعض الضباط كيقوموا بانقلاب عسكري. في هذه اللحظه اللي بدا فيها الانقلاب كان محمد أوفقير خارج من المسبح، جا مباشره للفيستيال بعد وقت قليل من البحث. هذاك الوقت اللي كان غيموت فيه قائد الانقلاب الجنرال المذبوح. بعد ما خرجت الامور على السيطره غادي يفقد عبابو الامل في وجود الملك في القصر، غادي يهز الكوماندوز ديالو وغادي يتحرك للرباط. وكانت هذه نقطه تحول ديال الاحداث، بحيث في الوقت اللي غيسيطر فيه على النقاط الاستراتيجيه في العاصمه الرباط، وبعد ما يعلن عن الانقلاب انه نجح وأنه تم إسقاط الملك، غادي يكتشف أن الملك خرج من وسط دخان وانبعث من جديد أقوى من الأول. غادي يسيطر في مشهد عجيب على الجنود اللي خلع بابو. الملك غادي يقلب على أوفقير ويعطيه كافة الصلاحيات ديالو كملك باش ينهي الانقلاب. غادي يلبس أوفقير البدلة العسكرية اللي تلفها من أحد الطيارين وانطلق على رأس وحدات خاصة للرباط وغادي يقضي على الانقلاب. حوالي الساعة 11 ديال الليل غادي يكون الانقلاب سالة. كان أوفقير على علم بالانقلاب، والدليل أن فاطمة أوفقير كتقول على أنه بعض كبار الضباط في الجيش كانوا كيلمحوا ليه، وحتى أنه واحد المرة كان غير كيضحك معهم وقال له واحد من صحابه راه إلا قصتي الملك غادي نقتلك. وصلت هاد الأخبار هذه الملك وحذروه من أوفقير وقالوا له خاص يحضر راسو منه وما يثيقش فيه بزاف، ولكن الملك ما كانش كياخذ هذا الكلام بجديه وكان كيظن انه غير من باب الحسد وصافي. في السنه بعد الانقلاب الاول تبدلت حياه أوفقير، بدا كيقرب من الضباط ديال القاعده الجويه بالقنيطره خصوصا أمقران وكويره،
وبدا كيتردد على بعض القواعد العسكرية كوزير الدفاع، وأبرزهم القاعدة الجوية بالقنيطرة. مع نهاية الانقلاب ديال عبابو بدا كيوجد أفكار الانقلاب الثاني، وكان دليل آخر على أنه كانت عنده فكرة مسبقة على الإطاحة بالملك. حاول يتقرب من المعارضة، ولكن المعارضة كانت كترفض التواصل معه بشكل مباشر، وكتسنى نجاح انقلاب أفكار باش تخلص منه، بينما أفكار كان كيتسنى نجاح الانقلاب باش يقضي على أمقران والمعارضة. وبدا تخطيط الانقلاب كما غنتكلموا عليه من بعد إن شاء الله. منين غادي يستقبل أفكار أمقران بعد الليلة الأولى من الانقلاب، غادي يقول له باللي راه عنده دلائل ضده، وشار ليه ايضا على انه متورط مع المشاركين في الانقلاب. غيقول له على انه غيدوزو هذه المره هذه، ولكن بشرط يمشي للقاعده ديالو ويتسنى الاوامر ديالو. هنا غادي يسيطر أفقير على أمقران، ومن تما غيولي دمية في يد محمد أفقير. أمقران كان عارف مزيان بأن محمد أفقير غيتخلص منه في الأخير بعد ما ينجح الانقلاب ويقتل الطيارين، ويعلن للشعب على أن الضباط اللي قاموا بالانقلاب تم إعدامهم، وغادي يعلن نفسه وصي على العرش على الأمير محمد السادس. كانت خطة جهنمية من أفقير. بعد الانقلاب بشهرين تقريبا تعرض محمد أفقير لحدث غامض، حيت طاحت المروحية ديالو وغرقات وتهرس من ضلوعه، ولكن جاب أعجوبة. بدأ أفقير كيتغير وبدأ كيكره الملك بدرجة كبيرة، أنه منين كيسكر كبدا يعترف للمقربين من الملك على أنه ما راضيش على بزاف ديال الحوايج. مع ذلك الملك كان ديما ثقته في محمد أفقير كبيرة بزاف لواحد درجة كبيرة، واخا كيوصلوا له الناس الضباط الكبار باش يحضر راسو من أفقير، ولكن هو كانت ثقته كبيرة في محمد أفقير. حنا دابا 16 غشت 1972. فاطمة الشنة ولادها كيدوزوا الصيف منتجع في الشمال المغربي. فاطمة مشات للصباح للحمام ورجعات في الظهر، ولقات الناس مجموعين حدا دارها وكيهمسوا بيناتهم شي حاجه واقعه في الرباط. الطائره الملكيه تم القصف ديالها من طرف الطيارين، ولكن حتى شي واحد ما عارف التفاصيل. الصالون ديال فاطمه عامر وتساؤلات كيدوروا: شكون دار الانقلاب؟ شنو مصير الملك؟ وشكون شد مقاليد الحكم؟ مع 8 ديال الليل خرج بيان في الإذاعة كيقول أن جلالة الملك سالم معافى. كان أفقير هرب من المطار ديال الرباط وما قدرش يستقبل الملك اللي هبط بكل أمان، وسلم على الوزراء ديالو واحد بواحد وسول على أفقير. قالوا باللي راه كان كيتسنى هنايا، ولكن جا اتصال على قضية مستعجلة، وتم عرف أن أفقير هو مول الفعلة. في اللحظة اللي غادي ياخد فيها الملك السيارة من عند أحد موظفي المطار، جا السرب الثاني من القاعدة الجوية بالقنيطرة وبداو كيقصفوا المطار. ومن بعد المطار توجه هذاك السرب الثالث للقصر الملكي بالرباط، اعتقادا منهم أن الملك في القصر، بينما كان هو توجه للقصر الملكي بسخيرات. هرب أمقران لجبل طارق وطاح كويرة في الدرك الملكي، واعترف على أن محمد أفقير وأمقران هما قادة الانقلاب. في منتصف ديال الليل غادي يتصل أفقير بفاطمة وغادي يأكد لها أن الأمور غادي ترجع كيف ما كانت. مع 8 ديال الصباح جا الشيفور ديال أفقير عند فاطمة وفيقها وقال لها بأن الجنرال راه مات. نهاية أفقير كانت غريبة، ما عندها حتى شي تفسير. الوحيد اللي يقدر يفسر هذا الشيء اللي دار بعد الفشل الانقلاب هو أفقير براسو، ولكن أفقير مات بلا ما يقول على شنو دار في راسو وكيفاش قرر يمشي في هذيك الليله برجليه عند الملك للقصر الصغيرات، حيت السائق ديالو كيقول على شنو وقع مع أفقير في اخر ساعات من نص الليل. غادي يتوجه محمد أفقير للقصر الصغيرات حسب ما قالت فاطمه، وتمت الدعوه ديالو من طرف الملك باش يلتحق به وهو عارف المصير ديالو، او كيف ما قال الملك جا طواعيه. كيف ما كان الحال أفقير قمر وخسر ونهايته معروفة. كيقول السائق على أن محمد أفقير منين وصل للقصر استقبلوا أحمد التليمي وعنقوا، وفي نفس الوقت كيقلبوا واش هز معاه سلاح، ولكن محمد أفقير ما كانش هز معاه حتى شي حاجة. حسب رواية فاطمة منين دخل القصر التليمي دخل معاه عند الملك في غرفة اللي كان فيها كذلك الجنرال مولاي حفيظ العلاوي
وهنا كتقول فاطمة على أنه أفقير تم القتل ديالو باشتراك بين تليمي ومولاي حفيظ العلوي. بينما رواية الملك كتقول أنه من يدخل أفقير القصر تواجه مع أم الملك وغوتات في وجهه وقالت ليه شنو بغيتو عند ولدي أفقير، نتوما العسكر شنو دار لكم؟ هنا بدا أفقير كيقول ليها انت يا لاله غتشوفي على انه عاوتاني غادي يسميوها فيا وغادي يجبد المسدس ديالو وغادي ينهي حياته. بغض النظر على نهايته الغامضه، مع وفاه محمد أفقير مات الثقه ديال الملك وعرف حقيقه الجنرال اللي قدر يخفي نوايا ديالو كيف ما كيخفي عينيه بالنظارات ديالو السوداء. وكانت هذه هي قصه محمد أفقير من البدايه للنهايه.